نتعرف على حضرتك. محمود عوض عبد الحليم، رئيس تحرير مجلة كليوباترا التي تصدر عن شركة شرقية إيسترن كومباني. ايه رايك في اللي حضرتك شفته في قناه السويس الجديده النهارده؟ لا ده يعني الحقيقة ده إعجاز ما بعده إعجاز، ورد على كل ما يقال خارج مصر إن مصر فاشلة. يجوا يشوفوا ده احنا مشينا في القناة الجديدة، القناة الجديدة اللي عمقها النهارده وصل أكثر من 24 متر، يعني ده إبهار. الإنسان المصري فعلا، القوات المسلحة وهيئة قناة السويس الحقيقة يعني بذلوا مجهود غير عادي، وربنا يبارك فيهم ويقويهم يا رب، ونكمل المشروع ونفتتح المشروع ونحتفي به ويكون احتفال عالمي يعني يليق بمكانة مصر، زي المؤتمر الاقتصادي اللي أشرف عليه واهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني ربنا يبارك له في صحته ويديله القوة يا رب. إنسان جه إنقاذ لمصر وإنقاذ للشعب المصري وإنقاذ للأمة العربية بالكامل، وبالعكس ده هو يمكن نقطة الانطلاقة الجديدة للأمة العربية كلها. النهارده هو بيجمع الأمة العربية، وفعلا جمعهم في مؤتمر القمة، وداخلين في مراحل قوية جدا بتكوين وتشكيل جيش عربي قوي لمحاربة الإرهاب والفساد في الأمة العربية. هذا الكلام يعني احنا بنعيد للتاريخ صلاح الدين وبنعيد للتاريخ تاني الأمجاد القديمة للإنسان المصري الذي هزم الهكسوس وهزم التتار في مواقع كثيرة. احنا كلنا سيسي، فعلا احنا كلنا سيسي، ولا نملك إلا أن نحييه في كل وقت ونرفع له القبعة ونقول له ربنا يبارك لك في صحتك أنت وقيادة هيئة قناة السويس والعاملين في قناة السويس والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية. يعني شيء مبهر لأقصى درجة.